السلام عليكم، ازيكم يا اخواتي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده الفيديو مش هيبقى رياكت قوي، هنتكلم عن اللوكال براندز وعن اللبس الشتوي واسعار اللبس الشتوي في 2025. عشان انا ما بحبش اعمل محتوى رياكت وخلاص واسف وخلاص، بحب اطلع حاجه مفيده من الفيديو دايما عشان احس ان انا عملت حاجه فعلا مفيده وبقدم محتوى ليه لازمه، ما بقدمش سف وخلاص. قررت ان انا بدل ما اطلع اسف على الاسعار واسف على الفيديوهات بتاعت الشباب بتوع ايجيبت اللي بيقعدوا يقولوا الاوتفيت ده بكام، $700. الفيت بتاعك بكام؟ شوز $90. زارا $50 نقول $150 مثلا. تفتكر؟ قلت لا انا هعمل حاجه مفيده للناس اللي بتحب اللبس زي كده. انا بعشق حاجه اسمها لبس من وانا صغير طول عمري، بس السيزون دوت انا قررت ان انا ما اجيبش لبس خالص، وهقول لكم ليه في الفيديو ده. بس قبل ما نبدا انا هاخدكم الاول جوله. انا كنت لسه في مول اوف ايجيبت، مول مصر، ودخلت كام براند ديفاكتو واتش اند ام. فهاخدكم في جوله كده سريعه عشان انا صورت لكم من جوه الاسعار بتاعت اللبس والجواكت والهوديز عامله ازاي، وبعد كده نتكلم على اللوكال براندز. تعالوا نشوف الاول الاسعار بتاعت الحاجات دي في التوكيلات اللي هي المعروفه اللي احنا بنروح نجيب منها عامله ازاي السنه دي، وبعد كده نتكلم عن اسعار اللوكال براندز وليه اصلا الناس بتعمل لوكال براند وليه الموضه دي طالعه دلوقتي. ده اتش اند ام اهو، هودي عادي جدا ب 1100 جنيه، طبيعته عاديه مفيهوش اي حاجه سبيشال. وده ب 2000 جنيه، برضه هودي عادي جدا، يعني خامة عادية وبرنت عادية خالص. جاكيت المضلعة اللي هي كانت بتتباع ب 250 300 جنيه لحد دلوقتي عند الشاذ دي ب 300 جنيه، هنا ب 2779 ب 2800 جنيه. ودي جاكيت هو ب 2500 جنيه، ده اللي هو الكشمير اللي بيبقى منه قميص ولا منه جاكيت. ده كده دخلت ديفاكتو انا دايما بجيب لبسي منه، حتى التريننج اللي انا بصور بيه ده جايبه من ديفاكتو. المفروض كانت اسعاره رخيصه يعني على طول، وكان من احسن الماركات اللي بتعمل خامات كويسه واسعار حلوه يعني. دلوقتي طبعا مبقاش فيه الاسعار. 3000 جنيه هو الجاكيت المضلع، وب 2500 جنيه اهو جاكيت عادي برضو فيه فرو اللي هو ممكن تجيبه من الوكاله ب 600 جنيه دلوقتي بالكتير قوي. بنطلونات سويت بانس اسعار متخلفه، 1200 جنيه و1100 جنيه. سويت بانس اللي كان اغلى حاجه ب 400 جنيه لحد السنه اللي فاتت تقريبا. هودي ده كان ب 350 جنيه في سيل السنه اللي فاتت، حاطينه دلوقتي ب 2000 جنيه. الجاكيت مضلع تاني اهو ب 2500، ادي ب 3000 اهو. جاكيت جلد عادي برضو خالص حلو بس عادي يعني. جاكيت مضلع ابيض ب 3500 جنيه. قول لي ليه الجاكيت الابيض ده يبقى ب 3.5؟ ليه والنبي؟ ده في ناس بتبيع على التيك توك كتير قوي على فكره يا جدعان. الجاكيت اللي زي دي في ناس بتبيعها على التيك توك بس ب 600 جنيه و500 جنيه، نفس الخامه ونفس كل حاجه. ده كارفور برضو اقل حاجه بقت ب 800 جنيه. كارفور كان رخيص زمان بس مبقاش فيه الكلام ده. جاكيت الكشمير اهي 800 جنيه، يعني كارفور ده كان المفروض ارخص حاجه يعني. زي ما انتوا شفتوا كده اسعار محتاجه قرض فعلا. يعني لو شاب عادي بيقبض مثلا 7 8000 جنيه في الشهر، طبعا في شباب كتير بتقبض اقل من كده، بس تعال نقول لو حد بيقبض 7 8000 جنيه في الشهر، فانت عشان تنزل تشتري جاكيتين للشتاء على جزمه مثلا على سوات بانس على بنطلون وعلى بنطلون جينز، شويه حاجات عبيطه يعني اللي هو بتاعت السنه دي، انت حرفيا محتاج تحوش مرتبك 3 شهور ولا 4 شهور ما تصرفش منه حاجه عشان تعرف تنزل تجيب شويه لبس للشتاء. طيب تعال نتكلم الاول احنا ليه بنشتري اللبس. احنا بنشتري لبس عشان نعجب الناس. في مثل معروف بيقول لك كل اللي يعجبك والبس اللي يعجب الناس. طب لو الناس اصلا ما بتعرفش القايم ده وما بقاش دلوقتي فعلا باين الحاجه الغاليه قوي اللي هي انت دافع فيها فلوس كتير قوي عن الحاجه التانية اللي هي ممكن تبقى رخيصه ويبقى في فرق بينهم شاسع، يعني الحاجه اللي ب 10000 جنيه 14 15000 فيرسس الحاجه اللي ب 500 جنيه او ب 400 جنيه، ممكن ما تعرفش تفرق بينهم، ويمكن تدي الحاجه اللي ب 500 جنيه دي سعر اغلى من الحاجه اللي ب 10000 جنيه. كده يبقى احنا ما بنلبسش عشان نعجب الناس، لان انت خلاص انت مش قادر دلوقتي كله شبه بعض، والحاجات اللي بتتعمل بتكلفه رخيصه وبتتباع رخيصه زي الفيديوهات اللي بنشوفها على التيك توك. تلاقي ناس بتبيع هوديز ب 160 جنيه و170 جنيه بقول لك ب 135 جنيه ب 135 جنيه. تلاقي نفس الخامه ونفس الطباعه وكل حاجه بتتباع ب 1000 ونص وب 2000. خالد بيقول ان انت كده كسبان 500 جنيه في الهودي ده. لا يا ردك جو إيه؟ ما بتتحسبش كده. وفي اللي بيبيعها باربعه وبخمسه طبعا. ليه؟ عشان لوكال براند. ايه الجامد في اللوكال براند وايه الميزه اللي تخلي حد يروح يشتري من لوكال براند؟
حاجه ب 2000 ولا ب 3000 جنيه وهو عارف ان هو ممكن يجيب نفس الحاجه دي بالظبط ب 300 او ب 400 جنيه. طيب تعالوا نرجع بالزمن لورا شويه. زمان مثلا كانت الشباب في المدرسه، على ايام ما انا كنت في المدرسه يعني، زمان كانت الشباب في المدرسه يجي يبص على الحاجه اللي انت لابسها يقول لك مثلا لو انت لابس حاجه نايكي او اديداس كان طبعا بيطلع ضرب كتير قوي من الحاجه، بس زمان ما كانش فيه لوكال براندز وحاجات كده، فالشباب يا الا كانت بتلبس حاجه مضروبه يا الا لو حد معاه فلوس شويه بيلبس حاجه اوريجينال من اديداس او من نايكي او من ريبوك. الحاجات اللي كانت منتشره زمان هي البراندز اللي هي الرياضيه اللي هي الاديداس والنايكي، الحاجات دي اللي كانت طالعه موضه قوي. ولو انت لابس حاجه اوريجينال بيجي حد يقوم يقول لك وريني كده قفاك، يروح باصص على الماركه اللي ورا. ده كان بيحصل بجد والله في المدرسه على طول، الشباب تلاقيها كل واحد قافش قفا التاني وعمال يبص على الماركه اللي ورا عشان يشوف الحاجه اللي هو لابسها دي اوريجينال ولا لا. طبعا بعقليه الشباب او الاطفال الصغيره اللي بتبقى في المدرسه، هو بالنسبه له هيقيم الشخص ده اصلا جامد ولا لا من خلال الماركه اللي في قفاه دي. لو الماركه دي اوريجينال والحاجه اللي هو لابسها اوريجينال الواد ده جامد. لو الحاجه اللي هو لابسها مضروبه ممكن تلاقي مكتوب عليها اديداس وشكلها حلو كل حاجه، بس يبص على الماركه اللي ورا يلاقيها مش اوريجينال. فدي الحاجه اللي كانت الشباب بتعرف منها اذا كنت الحاجه اللي انت لابسها اوريجينال ولا لا. ولو لابس حاجه اوريجينال ده معناه انت جامد فشخ ومعاك فلوس وكده. طبعا في البيئه المتوسطه زي البيئه اللي انا كنت جاي منها، مدارس الحكومه وكده، كانت الشباب بتحاول على قد ما تقدر ان هي تروح اي سورس زي بقى الوكاله زي محلات الستوك الحاجات دي عشان تجيب الحاجه الاوريجينال اللي هي الماركه بتاعتها ورا، لما حد يشوف قفاك هيلاقيها فعلا كده بس باقل سعر ممكن تجيبه. فمثلا لو كان ساعتها اديداس ونايكي وبتاع بتبيع الهودي، طبعا في الوقت اللي انا بكلمك بقول لك من 15 20 سنه، لو كانت اديداس ونايكي بتبيع الهودي مثلا ب 200 جنيه فانت ممكن تروح تجيبه ب 40 جنيه. وبرده انت لما حد هيشوف قفاك هيلاقي اوريجينال والدنيا هتبقى جميله وتمام. فبتفكيرنا ساعتها احنا شباب صغيرين كنا كل اللي فارق معانا ان لما حد يبص في قفاك يلاقي ان انت لابس حاجه اوريجينال. انت دلوقتي حاولت ان انت بتلبس حاجه عشان انت شايف ان انت شكلك حلو فيها وانت اللي مخلي لبس شكل حلو. ليه واحد بيحاول بس ان هو يثبت للناس ان انا لابس حاجه اصليه مش مضروبه، حتى لو الحاجه دي كانت شكلها وحش عليك كنت بتجيبها برضه. طيب مع تطوير الزمن والغلا والحاجات اللي حصلت دي دلوقتي الشباب مقسومين برضه لجزئين. شباب بتعمل لوكال براندز وبتحاول ان هي تعمل بيزنس، لان البيزنس ده انتشر قوي 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 في الفتره اللي فاتت، لان اليوتيوبرز اللي هم اللي بداوا القصه دي ان هم كانوا بيعملوا ميرش زي يوتيوبرز مشهورين قوي زي داني دونكن وناس كده. داني دونكن عمل ميرش بتاعه كان بيتباع في كل حته في العالم في المحلات اللي هي التجاريه زي زوميز وكده. فهو في الاول وفي الاخر ايه، هو يوتيوبر عمل ماركت لبس، تخيل بقت بتتباع في كل حته في العالم والناس بتشتريها عشان داني دونكن هو اللي عاملها وعشان الناس بتحبه. تخيلوا ان داني دونكن وصل في مره ان هو قال ان انا ما بقتش عايز فلوس اليوتيوب، انا فلوس اليوتيوب بديها للمصور او المونتير، انا ما بكسبش فلوس غير من الميرش اللي ببيعه، اللبس اللي هو بيبيعه. هو عامل بقى كذا حاجه، عامل لبس وعامل ماركت ايس كريم وعامل واد صراحه دماغه جامده قوي. الراجل ده معاه ملايين الدولارات، ملايين، هو غني جدا بجد. فانت متخيل ان هو الغنى بتاعه دوت هو مش محتاج فلوس اليوتيوب، هو بيدي فلوس اليوتيوب للمصور او المونتير وهو بيكتفي ان هو بيكسب من الميرش بتاعه اللي بيبيعه واللي بيتباع في كل حته في العالم. من هنا ابتدت قصه اللوكال براندز او الميرش، ان كل واحد عايز يعمل لبس بطريقه معينه في حاجه مختلفه كاتب عليه حاجات. طبعا داني دونكن كان بيكتب حاجات ملفته قوي 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 زي كده وزي كده، بحيث ان اللي راح يشتري البراند هو بس مش بيشتري عشان ده بتاع داني، مش راح يشتري بس عشان ده براند بتاع داني دونكن، هو بيشتري شخصيه داني دونكن نفسها. هو شخصيه بتسف على طول على كل حاجه وكل فيديوهاته هزار وبيعمل مقالب ومش عارف ايه وحاجات كده. فلما تشتري انت بتشتري شخصيه الراجل اللي انت بتحبه، عارف ان هو اللي عامل البراند ده، فهو كاتب لك حاجات على الهودي او على التيشيرت، هو عارف ومتاكد ان هو لما يجي يبيعها هيلعب على الحته بتاعت ان انت متاثر بالشخصيه دي ومتاثر بالفيديوهات بتاعته، فهتروح تشتري التيشيرت دوت عشان كده. فالموضوع قعد يتطور لحد ما بقت الناس كلها عايزه تعمل لوكال براندز، لان لقيت الموضوع بيزنس كويس وبيكسب فلوس كويسه. ده غير ان في انفلونسرز كتير قوي كانوا بيطلعوا يقولوا لو انت عايز تعمل فلوس ابدا لوكال براند واعمل كذا واعمل كذا. فطبعا الشباب بتسمع الفيديوهات دي وتروح تطبق اللي بتسمعه وبتحاول تطلع فلوس او تعمل بيزنس كويس من اللوكال براندز. وطبعا شفنا في شارك تانك ناس كتير قوي بدات لوكال براند سواء جزم او لبس او ونجحوا وعملوا فلوس كويسه جدا. طيب تعالوا دلوقتي نشوف بقى تكلفه الهودي مثلا، عشان احنا في الشتاء فطبعا هوريكم اللبس الشتوي. تعالوا نشوف تكلفه الهودي بتقف على اللي بيعمله بكام وهو بيبيعه لك بعد كده بكام. هكشف لك كل اسرار الشغلانه بتاعت الهودي في الفيديو ده. امبارح طلعت قلت اكتر وادخن هودي في مصر لو هو خامته قطن ومتكلف اعلى تصنيع ومطبوع اعلى نوع طباعه مش هيعدي 300 جنيه على اللي مصنعه. تبقى واقف عليك طباعه
50 جنيه 40 جنيه يبقى واقف عليك 275. تعالى بقى قول لي ايه اكسسوار تاني في الهودي. الحبل ده انا جايب اعلى نوع حبل 3 جنيه، اغلى حبل في السوق ب 3 جنيه، وبقول لك اعلى فئه في السوق اللي انا اصلا شاريها من مكتب. يعني لو انا مصنعها هبيعها اقل من كده. يعني المصنع صنعها وحط مكسب فيها، والمكتب خدها وحط مكسب فيها، ورشدي خدها وحط مكسب فيها، وبتتباع ب 450 460 جنيه. طبعا في ناس كتير قبل ما تطلع الهوجه بتاعت لوكال براند زي الراجل اللي وريته لكم دوت كان اوريدي بيحاولوا يصنعوا لبس هنا انتاج مصري 100%، بيحاولوا يبيعوه باسعار كويسه عشان تناسب جميع فئات الشعب. هو بيقول لك اهو تكلفته واضحه جدا، وبيقول لك ان الديربي اللي هي الحته اللي تحت دي بتتكلف كذا، والقماش نفسه بالكيلو بيتكلف كذا، والرباط اللي هنا ده بيتكلف كذا. قال لك كل حاجه من الاخر، وجاب لك لو هو احلى قماشه في الدنيا واحلى طباعه في الدنيا وبتاع ما بيزيدش عن 350 جنيه في التكلفه. فلو انت هتكسب هتحط مكسب 100 جنيه هتبيعه ب 450 مثلا. في ناس بتحط مكسب اقل من كده اكيد، بس تعال نقول ان انت هتحط 100 جنيه فهتبيعه ب 450. طب نفس الهودي ده اللي هو احلى طباعه واحلى قماش اللي مكلف 350 جنيه لو حد تاني خده وقرر ان هو يبيعه ب 1500 جنيه مثلا، انت متخيل هو حط مكسب لنفسه قد ايه؟ في الاول وفي الاخر هو بيلعب على ايه؟ هو بيلعب على حته ان هو لوكال براند، هيلعب على حته الماركتنج. مفيش حد بيعمل لوكال براند دلوقتي ما بيعتمدش مليون في المية على الماركتنج. هو مش فارقه معاه خالص المصاريف اللي هتصرفها على تكلفه الهودي اللي انت هتلبسه، هو فارقه معاه تكلفه الماركتنج اللي هيعمله عشان يبيع لك الهودي دوت ويخليك تشوف ان ده يستاهل ان انت تدفع فيه 1500 جنيه. وطبعا ده بيساعد جدا لو الشخص ده اوريدي مشهور او عنده فيديوهات على التيك توك معروفه وفايراله. تعالوا معايا نعمل لوكال براند بتعمل هوديز مش اوفر سايزد، او يوتيوبر او فده هيساعده مليون في المية ان هو لما يجي يبيع لك الموضوع يبقى اسهل عليه، وما يحتاجش يقنعك انت ليه هتشتري الهودي دوت او الجاكيت ده بالفلوس دي كلها، انت كفايه ان انت بتشتري حاجه فلان اللي هو اللي عاملها. طيب نيجي بقى من غرض الفيديو دوت انا عامله ليه. شكلك في اللبس اهم ولا سعر اللبس اهم؟ يعني زي ما قلنا في اول الفيديو ان لو اوريدي انت مش عارف تثبت للناس ان الحاجه لابسها انت دي غاليه قوي، ما هو لوكال براند دلوقتي بتلاقي مكتوب عليه مثلا واحد مسمي حاجه باللغه العربيه الطائر الحزين مش عارف ايه. الناس بقت بتحاول، الشباب بقت بتحاول تحط دلوقتي اسماء عربي وتخليها تبقى ايه اتراكتيف شويه. بس يا دول فلو انت رحت اشتريت هودي ب 1500 جنيه مكتوب عليه الحاجات العربي اللي احنا بقينا نشوفها زي رزق، شيشه، مش عارف سحابه، حاجات كده ومكتوبه بفونت كويس وبتاع، وبيبيع لك ب 1500 جنيه. وفي واحد تاني لابس هودي نفس القماشه وكل حاجه ومش مكتوب عليه بالعربي بقى، هو جايبه من اي حته يعني وجايبه ب 300 جنيه وانت جايب ده ب 1500 جنيه. ممكن فعلا الناس تشوف الشاب اللي لابس الحاجه التانيه دي تشوفها اغلى من الهودي التاني اللي مكتوب عليه حاجه بالعربي اللي هو اللوكال براند اللي ب 1500 جنيه دوت بكتير. فلو انت دلوقتي واقف جنب واحد تاني لابس حاجه ب 300 جنيه وانت لابس اللوكال براند اللي ب 1500 جنيه، حرفيا انت ممكن تتشاف ان انت لابس اقل، يعني دافع فلوس اقل بكتير قوي من اللي واقف جنبك اللي هو اصلا جايبه ب 300 جنيه. $700 400 off white سلام كويتني بقى. يعني فوق 50,000 جنيه. يعني it's one piece يا جماعة، ممكن مرة في السنة. تفتكر الاوتفيت ده بكام؟ 2000 جنيه مثلا، كتير قوي 2000 جنيه. ده معناه حاجه واحده بس، ان شكلك في اللبس اهم بكتير قوي من سعر اللبس. انا بموديل من زمان قوي، طول عمري مهتم باللبس جدا وبالموضه وبالحاجات دي. صدقني شكلك انت في اللبس اهم بكتير قوي. انت ممكن تنزل تجيب حاجات من الوكاله وفي شباب كتير قوي بتعمل كده. فنصيحتي ليكم يا اخواتي الصغيرين في الفيديو ده ان انت اهتم بشكلك قبل ما تهتم باللبس. اللي هتصرفه على الهودي اللي ب 2000 جنيه ده يا عم اصرفه على شكلك، فاهم قصدي؟ ظبط شعرك، ظبط دقنك، ظبط سنانك، خلي شكلك الاول يبقى نظيف، فاهم قصدي؟ اللبس اللي تجيبه اهتم ان انت ما تلبسش حاجات شبه اللي الناس كلها بتلبسها، عشان بالعكس ده بيقلل من قيمه اللي انت لابسه. حاول تجيب دايما حاجات مختلفه، ما تلبسش الحاجات اللي شكلها غريب قوي او ملفت قوي. البس حاجات شكلها هادي ونضيف في نفس الوقت. اوريكم صور كتير قوي لابس فيها حاجات فعلا مش غاليه خالص، ولو لبست حاجات غاليه حرفيا انا ما بدفعش فيها جنيه، بتبقى جايه لي من براندز عايزين يدوني حاجات عشان اعمل لهم ماركتنج على انستجرام او كده. وانا كنت عملت فيديو عن الموضوع دوت، وان انت لو عايز تشتغل موديل وتعمل اعلانات وتعمل فلوس من موضوع الموديلنج والانستجرام تعمل ايه. روحوا اتفرجوا عليه لو انتم انترستد في المجال ده. الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك سبسكرايب وشير. اشوفكم الفيديو الجاي. باي باي. ما تعملش لوكال براند، ما تعملش لوكال براند، ما تعملش لوكال براند.